لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أي حاجة تصيبك فهي خير لك، خير لك. ربما أنت لا تراها كذلك، لأننا أجهل الخلق بعواقب الأمور. احنا ما نعرفش بعد 5 دقايق في ايه. بعض الناس يجي يسألك سؤال يقول لك وبعدين يا عم الشيخ. اهي السؤال بقى ده الإجابة بتاعته في علم الغيب. لما حد يقول لك وبعدين تقول له ما نعرفش. كلمة وبعدين دي الإجابة عنها في علم الغيب. نحن لا نعرف شيئا عن الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الله سبحانه وتعالى قال له في سورة الطلاق لا تدري. الله سبحانه وتعالى يقول لرسول يوحى إليه، لرسول نزل عليه القرآن كاملا، ربنا بيقول له إيه؟ بيقول له أنت ما تعرفش، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. معلش يا جماعة، معلش، في ناس كتير جدا بتقول الآية دي وتقف. يعني إيه؟ بعض الناس مثلا إذا حدث له ابتلاء تلاقي صاحبه يقول له إيه؟ يقول له وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويسكت. مش عايزك تسكت، لا تتوقف هنا، أنا عايزك تكمل الآية. أصل كملت الآية جميل جدا. كمل كده الآية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كمل ما تقفش. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بختام أسكت الفصحاء وحير الحكماء وأذهل العلماء. قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احنا ما نعرفش حاجة. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا يقول له إيه؟ يقول له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من القصص الطريفة جدا قصة أنا أحبها جدا ولا أبخلها عليكم. قصة رائعة لا أخفيكم سرا، والله أنا شخصيا إذا وقعت في أي ابتلاء أتذكر هذه القصة. كان في أمير من الأمراء كان يجلس في قصره، وكان عنده غية، يعني حاجة كده إيه بيحب يعملها. يعني كان بيعمل إيه؟ كان يحب أن يخرج إلى الغابات ليصطاد. يترك هذا القصر المنيف الجميل ويمشي كده إيه في الغابات يصطاد. بيصطاد بإيه؟ بالأسهم. عارف أنت الرمح والأسهم والكلام ده. كان صاد بقى بط بري وأرانب برية والكلام ده كله. وكان يأخذ معه وزيره، الوزير بتاعه كان بياخده معاه. تمام. مما يخرج هذا الأمير إلى هذه الغابات ليصطاد. إذا أرسل الأمير سهما على الفريسة ولم يأتي السهم فيها، نظر الوزير إلى الأمير وقال له أيها الأمير لعله خير. المهم الأمير مثلا ماشي يقع في حاجة مثلا يقول له لعله خير. الأمير مش عارف يتأخر على إيه، الوزير يقول له لعله خير. أي حاجة تحصل ينظر الوزير إلى الأمير ويقول له لعله خير. المهم في يوم من الأيام الأمير قاعد كده وماسك الأسهم، تمام، وإيه بيحاول إن هو يبريها. يعني طرف السهم ماسك شفرة حاجة زي السكينة كده أو الموسي، وقاعد إيه بيعمل في بوز السهم عشان إيه حتى يصيب الهدف. المهم ماسك الشفرة وعمال إيه شغال كده، فوقعت الشفرة على أصبعه فقطعته. صبعه ده وقع على الأرض، ثم انفجر الدم. دم انفجر وجاء على ملابسه، دم غرق الدنيا خالص. شوف وانا بحكي لك لو انتوا جنبي على المنبر تشوفوا المشهد ده، في ناس كتير جدا تنظر إلي هكذا هعمل كده. شوف انت متضايق، ألم صعب صحيح، احنا كبشر نتضايق من هذا الموقف. بقول لك صبعه وقع على الأرض. من الذي نظر إليه وقال له لعله خير؟ الوزير نظر إليه وقال له أيها الأمير لعله خير. فاشتاط الأمير غضبا، بيقول له أنت تعبتني، كل حاجة لعله، أنت مش شايف صبعي؟ ما أنت شايف الدم؟ ألا تنظر إلى هذا الابتلاء وإلى هذا الألم؟ فين الخير؟ فالمهم لما غضب الأمير نادى على حاشيته وجنوده وقال اسجنوه.
شيلوا الوزير ده من هنا واسجنوه. المهم طبعا الامير وهو غضبان لما يقول اسجنوه ايه اللي يحصل؟ طبعا الحاشية جاءت والجنود بمنتهى السرعة حملوا الوزير من على الارض وذهبوا به مسرعين الى السجن. خلي بالك بقى معايا، ركز كده. الوزير وهو محمول على الاعناق رايح فين؟ رايح السجن. فالتفت الى الامير وقال له ايها الامير انت هتسجني؟ قال له اه. قال له لعله خير. برضه لعله خير. قصة طريفة جدا ولكن لها مغزى جميل. سبحان الله العظيم، تمر الايام، اين الوزير؟ في السجن. اين الامير؟ يضمد الجراح حتى التأم الجرح. خلاص هو الامير اصبح ب9 صوابع فقط وخلاص الجرح ضمد وكله تمام. الامير ايضا لا يترك هذه الهواية، برضه بيخرج يصطاد. تخيل حاجة كده بتجري في دمه. ولكن هذا الامير لم يعد يأخذ معه اي انسان قط. خلاص ما عادش بياخد معاه حد، حدش بقى ايه يتعبه ويقول له لعله خير ولا لعله شر، لا بيخرج كده بدماغه يعني. وبينما هو يمشي في وسط الغابات بمفرده خرج عليه مجموعة من أناس يعبدون آلهة مزعومة من دون الله. بعض الناس كده بيعبدوا ايه؟ أصناما إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. المهم الناس دول يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الأشخاص. أنت متخيل معايا؟ يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى إيه؟ بذبح الأشخاص. يعني إحنا في العيد نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأنعام، صح كده؟ لا، هم بيتقربوا إلى الآلهة المزعومة بذبح الأشخاص. فماذا وجدوا في الغابة؟ وجدوا هذا الأمير. طبعا الأمير بقى لابس الحتة الجميلة تمام، وداهن العطر وشكله منور. أمير، بقول لك أمير. فقالوا بس ده قربان جميل جدا نتقرب به إلى آلهتنا. فذهبوا إليه وسلسلوه بالسلاسل. أنت متخيل؟ تمام. وجاء أحدهم بالسكين ليذبح رقبة هذا الأمير، وخلاص هيذبح. واحد من اللي واقفين نظر إلى هذا الرجل الذي سيذبحه قال لا تذبح، ما تذبحوش. قال له ليه يا عم، في ايه؟ قال له هذا قربان فيه عيب. فقال له وما عيبه؟ قال هذا القربان ناقص صابع، يعني بايه؟ 9 صوابع، واحنا ما نقدرش ان احنا نتقرب الى الالهه الا بحاجه كامله. المهم فكوا هذه السلاسل من على هذا الامير وقالوا اذهب فلقد عفونا عنك. انا عايزك تتخيل مدى فرحة هذا الامير. بقول لك كان ماشي في الغابة بيتنطط كده من كتر السعادة، بقلبه سعادة لا يعلم قدرها الا الله. وهو ماشي تذكر كلمة من؟ كلمة الوزير، ان بالفعل اصبعه ده لما اتقطع كان خيرا له. ما هو صبعه ده لو ما كانش اتقطع ايه اللي كان هيتقطع؟ رقبته. فقرر واخذ النية والعزم ان يذهب الى الوزير ليخرجه من سجنه. المهم دخل للوزير في السجن وقال له انا الوقت عرفت ان الكلمة اللي انت قلتها لي لعله خير، طلع خير بالفعل. وحكى له الموقف. قال له انا الناس طلعوا عليا وسلسلوني وكانوا يذبحوني، بس لما شافوا صبعي مقطوع اطلقوا سراحي مرة ثانية وقالوا لقد عفونا عنك. فبالفعل هو خير. اسمع بقى. قال الامير للوزير، قال له بس انا عايز اقول لك حاجة يا وزير. قال له قول يا امير. قال له والجنود بتوعي شايلينك عشان يدخلوك السجن، انت نظرت الي وقلت لي لعله خير. فين الخير؟ انا خلاص عرفت ان الخير بتاعي فين. طب انت فين الخير بتاعك؟ ده انت محطوط في السجن. انت عارف الوزير يقول له ايه؟ يقول له ما انا لو كنت معاك كانوا خدوني انا. طب انت فين الخير بتاعك؟ ده انت محطوط في السجن. انت عارف الوزير يقول له ايه؟ يقول له ما انا لو كنت معاك كانوا خدوني انا. صح ولا مش صح؟ هو لعله خير بالفعل. والله يا جماعة الله سبحانه وتعالى لا يقضي لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أقول لك الآية تاني، هقول لك الآية وتذكر هذا الموقف الذي قصصته عليكم. الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أي والله. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.